يكون التاريخ على افعالهم. تفضل خويا نسيم، عندي ما نقول في هذا الملف. انا متفق معك دابا في هذا الشق هذا ديال انه نذكرهم وكل ذلك، ولكن فقط انه هذيك 12 ساعه اللي ادى هذاك الفريق انا كنهضر على سميتو يكفي فقط. انا غنطلق غير سيارات الاسعاف تتجول في هذاك الشارع ذهابا جيئه وذهابا، لا اقل ولا اكثر. انا ما قلتلكش نضربهم بالحجر وشيء من هذا القبيل، نرفع تيفو كما قلتي في الميدان، تكون رساله معبره من المشجعين على اسوه بما الرد اللي كان من طرف الرجاء البيضاوي، المشجعين ديال الرجاء البيضاوي على سميتو يكونوا ضد حضاري راقي، ولكن ما يشوفش النعاس في لوطيل السياسي. ما خصنيش ينعس بيني وبين، خصو يبقى فايق، يطلع للميدان يجي انا ياكل ويشرب ما كاين حتى شي مشكل، ونرحب به ونصفق عليه ما كاين حتى شي مشكل ويدخل، ولكن ما يشوفش النعاس. انا كيما دوك ولادي 12 ساعه 16 ساعه وهما محتجزين، مورست عليهم جميع الضغوط، هي اللي خصهم يذوقوا لا اقل ولا اكثر. وشكرا. شكرا. اودي راه هما معتقلين 20 عام هاد الكابرانات مديين على ذاك الضغط، واه دير لهم كما درتي لهم ما توصلش لهم 10% من داك الشيء اللي كدير لهم الكابرانات. فانا كنتمنى ان تكون الرساله سياسيه كيف قلت انا معاك في هذا الشق هذا، ولكن بركان ماشي هي الدار البيضاء، واللي دار الحاله كان جمهور الوداد الاهلي انذاك، والفندق كان قريب للميناء ديال الدار البيضاء، يعني ما كانوش الساكنه تما بزاف، فممكن انهم غيقيموا في مدينه السعيديه او في مدينه بركان اللي واحد المدينه صغيره اللي ممكن ان ديك لومبيلونس تزعج حتى الساكنه بدون سبب، وكاينين الناس مرض وكاينين. فكنظن ان هاد الكلام اللي قلت يا خويا نسيم هما راه كيبان لهم عمل تحريضي. لا نضربوا في العمق، انا نضربوا في العمق. انا الا طيح لي الفرصه ان هذوك الفريق غيدخلوا في اطار بروتوكول، مثلا ندير واحد البروتوكول ديال واحد التعزيه ولا شي حاجه، ونلبسهم توني في الصحراء الشرقيه، نلبسوا ليهم نقدر نلبسوا ليهم. الا عندي لي بوسيبيليتي نقلب عليها في القانون ديال شي واحد مات غندير ليه تعزيه ولا غندير ليه شي تكريم، انني ندير ليه سكريم ونلبسهم الصحراء الشرقيه ونسوقها امام تلفزيونات العالم. انا بحال هكا كنشوف، وربما كاين في الاساليب الرياضيه الكثير اللي كتوافق عليه الفيفا. انا كنقول لك اللاعب الا مات ممكن انك تطبع واحد الاقمصه في هذاك اللاعب وكتذكر بالمسيره ديالو، نسبوا انت لواحد الجزء من الصحراء الشرقيه وقطع التوني ديال الصحراء الشرقيه طبعها لهم يشوفوها تما. مهم الصحراء الشرقيه، الميساج ديالنا حنا من مباراه بركان هادي راه شوف راه كاينه 95% الماتش ما غيتلعبش، 95% راه 120 دقيقه اللي عطات الكاف البركان رسالات. انا ما عرفتش اشنو واقع بالضبط، الا كان شي واحد عنده خبر جاء عاجل في المباراه ديال بركان وديال اليوسما يطلع ويعطينا الخبر، لانني انا ما بغيتش نخرج ونتصل. فهذا غنهضروا عليه في الشق الاخر ديالنا ديال اللايف، غادي نرجعوا للبركان لان غيكون فيها تطور. انا غادي ننزل السي عز الدين، غننزل ياك نشوف سميتو ونرجع. مرحبا، تفضل خويا المزابي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليك اخويا عز الدين وعلى كاع الضيوف اللي عندك وعلى الناس اللي كاينين في التعليقات. انا معك اخويا، خصنا هاد الناس هادو نخرجوا معاهم طاي. انا اليوم جاتنا واحد الفكره، عرفتي مني كان هذيك الفيشي اللي كيعطيونا نعمرو في الايروبور ولا في البور ملي كنبغيو ندخلوا للمغرب، حنا هذاك لو فون ديالو خاصنا نديروه بحال التوني ديال الماس بالجليج، ويكون داك الشباهات باش تبان الكتبه، وفيه الصحراء الشرقيه ولا سينياتير تكون فوق من الصحراء الشرقيه، فهمتي؟ هذا هو ميساج هذا اللي الكراغي اللي بغى يدخل البلاد يسيري فوق من الصحراء الشرقيه. وبالنسبه لتونس بان بروشانمون واحد عامين ولا 3 سنين غيوليو يجوا يزوروا الصحراء الشرقيه. تبادل العميد ديال الفريق، كيتبادلوا الشعارات ديال الفرقه. الشعار من قدام نديروا فيه نهضه بركان، ومن اللور نديروا فيه الصحراء الشرقيه، وقدام الكاميرا ملي يبغيو يتبادلوا لي كابيتان ديكيب لونسين ديال الفراقي ندوروا على الصحراء الشرقيه ناخذ بها مع عميد الفريق وامام كاميرات الاتحاد الافريقي صوره، ومن بعد بغى يقطعها هو بغى يلوحها شغله هذاك. المهم انك راك سلمت داز الميساج. المهم داز الميساج. هاد الناس هادو تفضلي اختي تفضلي. لا تفضل كمل مزابي. فهمت هاد الناس ما بقى معاهم والو، خصنا نخرجوا معاهم طاي. اون بليس كنباركوا دابا
دولة القبائل اللي تأسست، نقولوا هذه جات تأسست، ودابا نتحداهم يحرقوا لهم شي حاجة، نتحداهم دابا يحرقوا لهم شي حاجة لما يكون كانوا كاع ما عارفين عايمين، ما فهمتي. ديك الصحراء كانت الصحراء بعدا كانت ارض كلها، الصحراويين كلهم كيمشيو من ليبيا حتى للمغرب حتى لمصر، كلهم غادي جاي عندنا كيهضر معاهم، فهمتي. كانوا عادي، كانت ارض ما كان لا حدود لا والو، وهما ما كانوش عارفين بان عندهم صحراء في بلادهم. محمد الخامس هو اللي قال لهم هذيك الارض راه ارض ديال الجزائر. لا 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 ماشي هكاك، لا باش ما تدوش. لا خويا سميتك؟ تفضلي. لا ما تفرجش المغالطه، ماشي قال لهم تاع الجزائر، خليو يكمل. قال لهم وانا غنصحح، قال لهم ما كنهضرش على الصحراء الشرقيه ديالنا، وخليو المشكل بيننا وبين خوتي. لا ما كنهضرش على الصحراء الشرقيه. علاش كنهضر؟ كيهضر على جدار موريس اللي مشات لليبيا، كنهضر على ديالهم هما، يهضر على جدار موريس فهمتي، على ديالهم هما، ما كنهضرش على ديالنا حنا. دخلت في الموضوع ديريكت مع ما فهمتش. لا ما كنهضرش على ديالنا حنايا. نسيت كاع ما السلام عليكم، لا ازول لا والو. المهم على اي انا طلعت غير باش نقول مبروك لعيتمتنا على القبايل، مبروك فلاس اللي عسكر الدوله، داكشي اللي مطلعني. دوزي الرساله ديالك اختي جوهره، دوزي لي من الرساله، دوزي التهنئه ودوزي. انا الهديه اللي جيب الكابرانات ها هي شاده في يدي انا والله ما نحيد. اختي جوهره اسمح لي خويا عز الدين، الا اختي جوهره كتهضر بالامازيغيه دوزي ميساج للقبائل بالامازيغيه الله يكبر بك الا ممكن. اوكي السلام عليكم. بعدا كاينه ازول فلاونه يتمات نغي مزيغن القبائل. عاونتيني مبروك فيت من غاسه، مبروك فلاتو اللي غسكر من الدوله نون وحدو كن تعزل مع مس الجنرال تاع فرنسا اللي كن كاغيني نقنا كن حرق نكولا سكاس. المهم الحمد لله اللي غفلاتو نساء على ربي نكنين مزيغ شمال افريقيا وجميع زعما ميلان غمس شمال افريقيا ارديوني تضامن غاسه يفرح بزاف. مبروك فلاتو اللي غسكرم الدولة نون وحدة اللي كنا نجار ربي غماس الكابرانة تاع فرنسا غير عتورو فينا داو نقرنو ولا داو نسكر نتا كان الحاج. علاش؟ حيتاش غير الحمد لله القانون الدولي عفلاوني تحامى يغاو نسكر نكرا ولا رانا داو اي حاجه راه داو نسكرنا كون حاجه ولا بحال غير اللي بدا سكارن وراسو فين غيلا اشكو غير الحمد لله القانون الدولي راه فلاوني حامى. المهم على اي مبروك فلاتو مبروك بزاف هاد فلاتو نساء على ربي. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. امين. تحياتي اللي معنا وتحيه الاخوان كاملين اللي حاضرين. فهمنا كل شيء حتى القانون الدولي احنا فهمناه يقرأ الكلمه. تحياتي لك. يعني انا اغتنم الفرصه كذلك غير باش نقدم واحد التهنئه وكنقدم واحد الشكر كبير صراحه لعبد المجيد تبون. آية الله تبون. أنا أقسم بالله ولا أنافقكم كمواطن مغربي والله كان عندي حق التصويت على رؤساء الجزائر لصوتت إلى عهدة ثانية وثالثة لآية الله تبون عبد المجيد تبون، لأن بفضل عبد المجيد تبون الوضعية الداخلية بالجزائر وضعية كارثية وأطول طابور في العالم. بفضل عبد المجيد تبون ليبيا تطالب بصحرائها المغتصبة من قبل الجزائر، وبفضل عبد المجيد تبون دول الساحل تطرد الجزائر ولا علاقات مع دول الساحل. وبفضل عبد المجيد تبون كذلك المملكة المغربية في تقدم وازدهار ما شاء الله. وبفضل عبد المجيد تبون كذلك في ظل الحقبة ديال عبد المجيد تبون الجزائر لا وزن ولا قيمة ولا هيبة ولا تأثير. وبفضل عبد المجيد تبون روسيا طردت الجزائر يعني وحطتها في واحد المزبلة ديال التاريخ في القمامة. والان بفضل عبد المجيد تبون الان في العهده ديالو قيام جمهوريه القبائل
قيام جمهوريه القبائل. لذلك كيبقى عند مجيد تبون واحد واخا انه مزور جابوه العسكر، كيبقى واحد الرئيس بين قوسين العصابه متميز صراحه، نضرب بصراحه متميز في جميع الحقب، لان الحقبه ديالو دازوا فيها مجموعه الامور كبيره امور كبيره، وهذه الامور كلها في خدمه، نضرب بصراحه كلها خدمه للمصلحه ديالنا لا جيوستراتيجيا ولا في المستوى الاقليمي. صراحه هذه الامور اللي عند مجيد تبون كلها خدماتنا كمملكه مغربيه، خدماتنا، لان كنشوفوا ان امتى كانت مثلا، رغم ان الجزائر في حد ذاتها كتبقى راك عارف لا وزن لا قيمه لا هيبه، حاضره لا تاثير لا، يعني فاقده للشرعيه وفاقد الشيء لا يعطيه، ولكن في عهد عم مجيد تبون كانت امور كبيره. يعني حتى هذه المساله اللي وقع اليوم ديال جمهوريه القبائل وقعت في عهد عم مجيد تبون، لم نسمع بقيام جمهوريه القبائل وحققت واحد التطور كبير. حنا فاش كنشوفوا عبد المجيد تبون يتكلم على الدول الشقيقه في نكايه في الامارات ولا يقدر على ذكر حتى اسمها، وتفاجئه مباشره في الرد الامارات في صوره مع السي فرحات مهني رئيس جمهوريه القبائل. انا خصنا نشكر عبد المجيد تبون صراحه، نشكر عبد المجيد تبون، لان بفضل تبون واصلين حنا لهذا الشيء هذا كله في المملكه المغربيه. نعم المملكه المغربيه بقياده صاحب الجلاله مجمع الامور، ولكن التصرفات اللي كيقوم بها عبد المجيد تبون والعصابه ديالو كلها خدمه هي كتؤدي الى عزله للجزائر وتخدم الدول وايقظت. راه بعض الناس بكرة معك صراحه، راه بعض الناس من داخل الجزائر ولاو كيطرحوا سؤال: واش عبد المجيد تبون كيخدم المروك؟ راه هذا السؤال ولا كتطرح من داخل الجزائر، واش عبد المجيد تبون يخدم المغرب؟ لان التصرفات ديالو كلها يعني كلها تؤدي الى انجازات المملكه المغربيه كلها. شوف فين وصلوا راسهم بفضل هذه العصابه، ودائما بقياده عبد المجيد تبون. يعني رغم ان الجزائر دوله ضعيفه او كيان ضعيف، ولكن في الحقب التاريخيه نضرب صراحه الحقب التاريخيه كامله، رغم ان ليس لهم تاريخهم حديثي التكوين عاد مؤخرا عاد يعني سنوات قليله. هاد الرؤساء اللي تعاقبوا على الجزائر كاملين، وهذه الحكومات بين قوسين، وهذه نفس العصابه غير كتبدل يعني الوجوه، يعني لم تصل الجزائر يعني في اي حقبه الى هذا المستوى وهذه العزله وهذا المستوى بهذه المرحله ديال الحقبه عند مجيد تبون صراحه. ونتحدى اتحدى اي كان جيبوا لي جميع الحقب اللي دازت منها الجزائر، ايتها حقبه تمر بالجزائر اضعف هوانا واصبحت مذله ومصنفه في الخانه السوداء مع اي كان. سي امين الا جات على خاطرك غير سميتها تاكيدا غير على الخبر اللي عطيته لعمرك وسمح لي المهم تفضل. بناء المصدر هو ان الخبر عاجل السلطات الجزائريه ترضخ للامر الواقع تجاه نهضه بركان. تيقول الخبر رضخت السلطات الجزائريه لقرار الاتحاد الافريقي لكره القدم بالسماح لفريق نهضه بركان المغربي بلعب مباراه نصف نهائي كاس الكونفدراليه لكره القدم ضد اتحاد العاصمه بقميصه الذي يحمل خريطه المغرب كامله. وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت في البداية السماح للفريق المغربي بلعب المباراة بقميصه، وقامت بمصادرة معدته وأقمصته فور وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، لكن بعد تدخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم تم حل الإشكال والسماح للفريق المغربي بلعب وفق آخر المعطيات. وأكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادق أن الاتحادية تتماشى دائما مع لوائح الفيفا والكاف سبحان الله. وأضاف صادق أن ملف مباراة الاتحاد العاصمة بركان قد طوي نهائيا، وأن الاتحادية تتمنى أن تبقى المباراة في إطارها الرياضي فقط. وسبحان الله العظيم، وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد أكدت في مراسلة رسمية أن قميص فريق نهضة بركان يتوافق مع لوائح وأنظمة الكاف. وأشارت الكونفدرالية إلى أن الفريق المغربي بإمكانه اعتماد قميصه الذي يتضمن خريطة المغرب كاملة في مباراته ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري. يذكر أن مباراة نصف نهائي الكونفدرالية بين اتحاد نهضة بركان ستقام غدا بعد الساعة 8. وهذا المشكل اللي كاين هنا باش
باش في عجاله، هو انه اثروا نفسيا لا على التحضيرات ديال سميتو. انت كتعرف عز الدين ديك التدريبات اللي كدار في ملعب المقابله 24 ساعه من قبل، يعني هذا التاثير كله كنتمنى انه ما ياثرش على المزاجيه ديال اللاعبين بشكل دقيق. هذا المشكل الاهم هو حقرونا ناقص بركان. هذا هو بيت القاسم. نعطي واحد التحليل هنا بالعكس، هذا في كره القدم كيكون دافع. ربما شفنا كانت تعرضت الوداد والرجاء في الكونغو مع مازيمبي لظروف اكثر من هذه ورجعوا بالانتصار. زائد يكفي نهضة بركان شرفا وفخرا انها لم تتنازل عن الخريطه المغربيه ولن تذهب كاس افريقيا الى الجحيم. فقط في 5 جويليه ان التوني بركان يكون بالعالم بالخارطه المغربيه من طنجه للقويره. سالينا هنا ياخذوا الكاس، ما عندناش المشكل. غير المشكل راه مكون، راه لعبت به الوداد عندهم العام اللي فات ما هضروش، لعبت به من العام اللي فات الوداد ما هضروش. علاش هذا العام بالضبط؟ عمي تبون هاك حيد الخريطه نقصها. على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش. خويا عز الدين الى كمل الاخ امين ندير غير واحد الكلمه ومن بعد نخلي الى ممكن اخويا عز الدين. اليوم راه غنخدم مع الكابرانات صار يكون هو المهم شوف في القصف كله اللي عندهم شي حاجه يقصف بها. المهم تحياتي للاخوان كاملين والاخوات، كان تحليل تبارك الله ومداخلات قيمه من الاخوان. وكنحيي الاخت شمس. انا غنفتح واحد القوس، ماشي شمس اللي كانت معنا في بلاصه شمس الصباح، شنو سميتها؟ اخت جوهره. شوف الطريقه ديال المغربيه ملي الاخ معنا الاخ المزابي، انا عرفته يعني هو بغى يهضر على الصحراء الشرقيه الليبيه، ولكن شوف دلابوها كيفاش وقفات وقالت له حبس المغالطه حبس. شوف المغاربه كيفاش متشبتين بالوحده الترابيه. تحياتي لك اختي جوهره، تحياتي لجميع النساء المغربيات ومن طبيعه الحال سي سامين حتى واخويا نور الدين. ولكن شوف هذاك الشيء خرج، الله يحفظك. يعني شوف ذاك التفاعل ديالها تبارك الله لا شعور. قالت له حبس يلاه طلعت، يعني باش جات باش دايره، يعني باش تشوف تبارك الله المغربيات والمغاربه. وهنا كنرفعوا صراحه القبعه على النساء المغربيات اللواتي ابن عن واحد تبارك الله واحد المستوى راقي، واحد الحب، واحد الوطنيه هما اللي ربونا عليها. راه الاخوان ملي كتشوفوا الرجال، انتم الرجال هذه الوطنيه راه ماشي بواسكم اللي ربوكم عليها، راه الام هي الاب كيوجه، ولكن الام. تحيه لكل ام وكل امراه مغربيه. اسمع ابو صبع هذيك الاخ شنو درت؟ اخوها مغربي ما عقلتش عليه، انت علاش درت ابو صبع طحنك؟ خوها مغربي قالت له حبس، اما انت علاش درت الواقع طحنك؟ لا انت لا تبون. المهم هذه شكرا. هذا غندوز لواحد التحليل الاخوان. دابا كنشوفوا اعلان جمهوريه القبائل من الولايات المتحده الامريكيه. واش دابا ديروا معايا واحد القراءه. واش الجزائر ستسحب السفير ديالها وتقطع العلاقات وتقول صهيون المروك اسرائيل الامريكان كيتامروا عليا، ولا غتسكت؟ اين هي القرارات؟ قال لك عندهم عضو دائم وكيأثروا في الامريكان وغادي ما عرف شنو كيديروا. كنتسناو واحد الرد فعل، لان الاعلان جاء من الولايات المتحده الامريكيه، ما جاء من المروك، ما جاء من اسرائيل، ما جاء من الامارات، ما جاء من ماما هم فرنسا. اراكون ردها عليه ان استطعت يا بصبع. وخرج سب الامريكاني دابا، خرج سب الامريكاني سير دخلوا الله فاتي كتهضروا الانجليزيه وعندكم ذباب الكتروني. يسحب السفير. واش عنده الجرأه يسحب السفير من امريكا؟ هذا هو السؤال. اي هذاك يعني يقطع العلاقات ولا يسحب السفير ولا استفسار ولا ياك عندهم سفير امريكي في الجزائر يدعيوه ما قبل ما يسحب السفير يطلب غير استفسار من السفير الامريكي اللي كاين في كرغوليا، يقول له ما شنو وقع غير فسروا لنا. وإلا ما وصلوش لديك الدرجه نتحدى دابا بالذباب الالكتروني اللي عيان هنا. اين الملك سلمى ما عرف شنو الصوص. وسير الله يفضل الامريكانيه، دخل عندهم، دخل سبهم، سير راه كاين اللايفات الامريكيه اللي كتناقش السياسه. دخل الاعلاميين ديال امريكا اللي تفاعلوا مع القضيه، الواشنطن بوست وعندها صفحات، ادخل سبهم في الجرائد الرقميه ديالهم. هذا بعد هذا كتفاعل. هنا كنشوفوا ما مستقبل دوله القبائل على الساحه الافريقيه. وهنا عصر فيكم ما تعصروش دماغات الاخوان. واش صافي غير دارت ديال الاعتراف في امريكا وغتحبس، ولا غادي تبدا الاعترافات؟
وهنا غادي تولي واحد الاستنزاف الكرغوليه بطريقه عكسيه، غتبقى تعطي الفلوس كما كانت كتعطي الفلوس ديك ما كتسميها القضيه الوهميه ديال بن بطوش، دابا غتبقى تعطي الفلوس. ها انا مزوق الله يرحم لكم الوالدين نعطي الغالي والنفيس غير ما تعترفوش بهذيك، كانت كتقول اعترفوا دابا غتولي كتقول ما تعترفوش. وهنا كاينين بعض الدول الافريقيه وانا معاها انها خصها تبتز الكبرانات. ارن الفلوس ولا نقول الكلمه كما كيقولوا بالدارجه المغربيه، ارن الفلوس ولا غنقول عاشت القبائل حره مستقله وخاطينا البوليتيك، لان حتى الاخوه الافارقه راه عاقوا بديك خاطينا البوليتيك، حتى هما راه غيبقاو راه غيجاوبوها غيقولوا ارن الفلوس ولا خاطينا البوليتيك. هذه راه مشكل. ونشوفوا دابا لو ان اعترفت ولو غير دوله واحده من داخل يعني افريقيا، شي وحده في الدول داخل الاتحاد الافريقي اعترفت، واش الجزائر ستنسحب من الاتحاد الافريقي؟ واش غتبقى؟ واش غتجلس الى جنب الجزائر الى جنب الى جنب فرحة مهني في الاتحاد الافريقي؟ هنا اسئله، لان كانوا كيقولوا لك راه مازال كيقول لك ايوا الا كتعترفوا راه محمد السادس كيجلس في الاتحاد الافريقي مع بن بطوش. لا سي محمد، بن بطوش ما كيعترفوش بالاتحاد الافريقي، وغادي تسحب من هذا، والملف طويه كما قال السي بوريطه. انت الان ملي غادي يجلس الممثل سواء كان فرحة مهني او ممثل القبائل داخل الاتحاد الافريقي، ما دورك؟ كاين واحد المنظمه اقليميه، لان ربما غالبا ان كنظن غادي ينضم، رغم انهم مثلا كيقول لك امازيغ، ولكن غادي يكونوا كنظن يقدروا يدخلوا في الجامعه العربيه، بحكم ان فيهم بعض العرب او واحد العرب يعيشون في القبائل، لان خصهم ينضموا في منظمات اقليميه. الا انضموا لهذه المنظمه الاقليميه الجامعه العربيه واعترفت بهم بعض الدول، واش الجزائر ستنسحب ايضا ولا تقول لك ما كاش منها وتبقى تشري؟ راه الدول العربيه راه ما كاش اللي غتشد عندك الفلوس، اللي غتشد عندك الفلوس هي تونس، راك شاريها، اما حتى موريتانيا عاقص بالقالب، مصر ما غتمشيش معك في الطرح. سوريا هذاك راه ديالهم، ما كان سوريا وتونس ديالهم، ما تبقى من الدول العربيه حتى وحده ما غتبعك. وإلا اعترفت الدول اللي هي كبيره غادي نكونوا واضحين. هنا كنديروا تحليل، هذا مجتمع دولي، راه من حق مثلا واحد النهار نشوفوا احنا بلادنا غادي تشوفوا انا كنظن اخويا جوج ديال الدول الافريقيه هي الاولى اللي تعترف بجمهوريه القبائل، السودان وجنوب السودان. نعم، لان للكيل بمكيال السودان وجنوب السودان، وما تنساش اثيوبيا، لان كانت كدير واحد النعرض في اثيوبيا، حتى اثيوبيا تقدر تقوم بهذاك الدور وزيد عليها. اثيوبيا مستبعده، الظرفيه مستبعده اثيوبيا وما عرفتش. المهم شوف، في اطار العلاقات الدوليه حيت غادي يربطوا اثيوبيا ربطها بواحد الدوله واحده اخرى بلادها على ذيك الاسم ديالها، لان حتى هي ولات قوه ضاغطه في افريقيا. الدوله الاخرى اللي عندها استثمارات باش نقولها نيشان، عندها علاقات وطيده مع اسرائيل، واسرائيل غاديه مع الامريكان، واسرائيل كتعترف بالقبائل وكتدعمهم بواحد الشق، ماشي بشق رسمي ولكن تم استقبال فرحة مهني وهذا. ربما نشوفوا كندا، نشوفوا استراليا، امريكا، ربما حنا نهضروا غير على الجامعه العربيه. لو اعترفت مثلا جوج الدول او ثلاثه الدول، واش الجزائر غتبقى تقطع العلاقات ديالها او ستنسحب من الجامعه العربيه؟ هاد الدول دابا يرجعوا لماماهم فرنسا. لو دابا فرنسا، لان كنعرفوا فرحة مهني ها هو في الجزائر ياك، وغادي نعطيهم الاستدلال بالخلف، اسمع ابو صبع، اسمع ابو تبون، قلب العنا مخرج. ملي غادي يرجع دابا فرحة مهني لفرنسا، واش غادي تقطع العلاقات مع فرنسا وغادي تستدعي السفير كما دارت المملكه المغربيه واسمع ابو صبع؟ ياك بن بطوش صيفطوه هو جماعه كبابيه، صيفطوه لاسبانيا يداوى، فرنسا ما قدرش تستقبله لان عرفت الدبلوماسيه المغربيه، صيفطته لاسبانيا، المغرب اقام الدنيا ولم يقعدها حتى جاب الاعتراف الاسباني بالصحراء المغربيه، ورجع بن بطوش دليلا مدلولا، وتم انكم انتم اللي زورتوا الباسبور. واش قادرين نتوما ديروا ما قامت به المملكه المغربيه؟ رغم ان لا وجه للمقارنه، ما غنقارنوش ما بين بن بطوش الكبابي مع فرحة مهني السياسي اللي كيمارس الدبلوماسيه، لا. واش عندكم الجرأه ملي غادي يرجع لفرنسا تستدعيوه او تقطعوا العلاقات مع ماماكم فرنسا؟ ملي فرحة مهني غيولي رئيس هذا والجولات، لان دابا عنده واحد القضيه غيدور بها في العالم، غيدير ربما جولات داخل افريقيا، داخل. واش الدوله اللي حط فيها هو صباطو غتقطعوا معها العلاقات ولا غديروا تضربوا الطم؟ هذا راه سؤال راه ما غتلقاوليش مخرج.
انا راه هذا الكلام موجه ديريكت لتبون وموجه حتى لماكرون، لان ماكرون هو اللي كيحكم. انت ماكرون دابا هذا اللي، لان انا كنامن بان ورقه القبائل لعب بها المنتظم الدولي او النظام العالمي الجديد. فرنسا خارج اللعبه، فرنسا عطاوها لجدارة الودن، فرنسا دابا دايخه ما عارفه منين غتشدو. الطرح جاء من امريكا، الدول الانجلوساكسونيه تدعم، الا كانت تبنت الطرح وغادي تزاد معهم مثلا دوله اسرائيل وربما دول اخرى عربيه ربما دول افريقيه، وكنعرفوا القوى الضاغطه ديال الى تبدا تما، راه غادي تشوفوا فرحه مهني داخل البرلمان الاوروبي. تبغي فرنسا ولا ما غتبغيش؟ راه غتوقعوا انك تشوفوا فرحه مهني كيعرف القضيه ديالو داخل البرلمان الاوروبي. واش فرنسا قادره توقف فرحه مهني ام لا؟ واش غادي تطردوا توليه ما تجيش لفرنسا وتمنعوا من الدخول، او لا غتعطيه حق الدخول وهذا غيولي كيتعنتر عليها في اطار ان عنده واحد الدوله عنده سياده، انها رئيس في المنفى، ربما من بعد الا ما كانت اضطهد من فرنسا سيتم معاقبه فرنسا لانها، وهنا ما كنرجعوا للطرح ديال امريكا والدول اللي معها كتقول لك هذه حركه تحرريه. فرنسا الا اضطهدته غتتهم حتى هي بمحاربه حقوق الانسان. وهي واش فرنسا قادره دير كما دارت مع ايران الشيعه وتبنى وتدعموا باش ينقلب على القبائل؟ الان انا كنشوف ان فرنسا في مازق. اما الكبرانات انا هذيك كنت كنضحك معاهم اللي كنتسنى رد الفعل ديالهم، لان لا سياده لهم باش يجي رد الفعل من عندهم. لان الا لاحظتوا الاخوان كاين صمت ديالهم بجوج، الدبلوماسيه الفرنسيه وفرنسا ساكته، ما بحال اللي ما كايناش، لا وجود لها. حتى الاعلام كنظن طليت غير شي طله خفيفه، الاعلام الفرنسي لم يتعاطى مع الموضوع او مع الحدث بداك الشكل اللي كدير دائما. كعرفوا فرنسا لو كانت هذا الحادث هذا وقعت في شي دوله اخرى افريقيه مالي او غيرها، لو كان راه تشوف الاعلام الفرنسي يطبل. لو كان كانت هذه واقعه وقعت في شي دوله الان اللي كتمشي يعني خارج، ولا وقعت غير في موريتانيا، هذه الحادثه مثلا وقعت في موريتانيا او احدى الدول، راه غادي تكون الاعلام الفرنسي يطبل فينا هو الاعلام الفرنسي. انا ما شفتوش الاخوه اللي في فرنسا، واش شفتوا شي حاجه؟ علموني. انا بعدا راه طليت دابا دخلت للدار ما كاش يعني حاجه، ما كانش، كان داك الشيء بسيط. لماذا هذا التعتيم؟ هل هي باوامر يعني امريكيه؟ هل هي باوامر من ماكرون؟ وهنا كان الكلام اللي كان خويا امين، هل اصبح ماكرون عميل لبايدن؟ اذا كان تبون عامل للمخزن الماكرون عامل لبايدن، هذا راه نفس المقارنه. انا والله ملي كنحط كرغوليا الشماليه وكرغوليا الجنوبيه، كرغوليا الشماليه هي الجزائر، الجنوبيه هي الجزائر، وكرغوليا الشماليه هي فرنسا، لان نفس التفكير نفس الطريقه، البروباغندا الاعلاميه الخاويه اني في الخاوي، العنتريات. وتبون كان كيدير جولات في نفس الوقت، ماكرون حتى هو كان كيدير جولات. تبون مشى لروسيا، ماكرون مشى لروسيا، تبون بغى يمشي للصين، ماكرون مشى للصين. كلهم زيارة نفس السياسة. غير هو أنا كنشوف أن ربما بحب، لأن ماكرون يعني بغى يشد ماشي ديك العصا من الوسط، ولكن فضل مصالحه مع كرغوليا اللي هي بنتهم الشرعية ولا غير شرعية، فأصبح من المتكرغلين، وفرنسا أنا والله هذا الحدث راه ما غيكونش الوقع ديالو على الجزائر فقط، سيكون الوقع في فرنسا. بدل ما نقلتي على افريقيا باش نفتحوا فيها النقاش، انا كنظن ان 5 ديال الدول الى 6 دول في هاد الشهرين هذه غتعلن الاعتراف ديالها بجمهورية القبائل. السودان، لان السودان اذاقتها الجزائر من كأس التقسيم. جنوب السودان كاين استثمارات اماراتيه ودعم اماراتي لا مشروط في جنوب السودان. الامارات هي اللي كتنقب على الذهب، الامارات هي اللي كتبني البنيه التحتيه في جنوب السودان، الامارات هي اللي كتبني مفهوم الدوله في جنوب السودان. جنوب السودان جوج. حجم الاستثمارات الاماراتي في دول الساحل كيفوق 150 مليار ديال الدولار، بداها من تشاد وساليها في بوركينا فاسو. 4 ديال الدول زيدهم على جوج هي 6. هاد ودول الساحل غتعلن الموقف بصفه الجمع، لانهم شكلوا مجلس عسكري وداروا تحالف في اطار اقليمي اللي تدخل ليه القبائل على مستوى الحدود. القبائل قادره تدخل مع دول الساحل على مستوى الحدود. وهنا فين كاين قوه القرار السياسي ديال هذه الدول اللي كتربطهم علاقات. وجاك انت الامارات، تبع محمد بن زيد، محمد بن زيد والله تيبيتك الظلمه، تبعوه، تبع محمد بن زيد، راه ما كيردش، راه ما كيجيش معاك. سؤال وغادي نختم. تمارس السياسه ايوا
غير سؤال دابا. ندور الكلمه لا والله لا، هذا سؤال فيه واحد شويه ديال الاستفزاز وشويه محرج. واش كتوقعوا موريتانيا غدير حتى هي الحياد الايجابي وتعترف بجمهوريه القبائل وتقول الجزائر لتذيقها من نفس الكاس؟ لان كنعرفوا الضغوطات اللي تمارست على ولد الداده وعلى الحكومه الموريتانيه الاعتراف بالجماعه الوهميه، وان مثلا ان موريتانيا تشوف مصالحها مع المنتظم الدولي وبالتالي ستعترف وتتبنى نفس الموقف اللي كتبنى مع المملكه المغربيه في اطار ما يسمى بين مزدوجتين الحياد الايجابي. انا عندي امل وعندي واحد الحدس ان موريتانيا ستتبنى نفس الطرح، لان يعني نعم محايده ولكن غدير الحياد الايجابي كما كدير مع المملكه المغربيه. يعني انا مع القبائل خاطيني البوليتيك، هذا الشيء اللي غدير هي هذا هو الحياد الايجابي. انا كنشوف. تفضل. لا المهم هذه تساؤلات، تظن ام لا تظن، ولكن هذا السؤال يوجع بصبع. خلينا نسمعوا السؤال يوجع بصبع. نسمعوا فيها الاجابات. انا شخصيا لا اظن ان موريتانيا عندها الجرأه دير هذا القرار، غتبقى بعيده وغتلتزم الصمت. ولكن هذا السؤال سول بصبع الليبيين، واش قادرين الليبيين يديروا هذه العصيره؟ اكيد قادرين. الدور الاماراتي داخل ليبيا ومحاربه العثمانيين والفرنسيين اللي كيدخلوا عبر الجزائر، اسبع ديال الدول. تونس الديكتاتوريه اللي كيعيشوها الامازيغ في تونس ممكن ان تقوم بانفجار داخل الشارع التونسي، تفرض على الرئيس وعلى المسؤولين وعلى الاحزاب وعلى المجتمع المدني التونسي الاعتراف بجمهوريه القبيل بدل التقسيم. لان موريتانيا حنا كاينه على حدودنا. موريتانيا جزء لا يتجزأ في الماضي من المغرب. هي تونس نفسها هي نفس المشكل ديالها ديال موريتانيا في القبيل. راه ما الموقف اللي فيه موريتانيا في ملف الصحراء هو الموقف اللي تحطت فيه تونس دابا. تونس في واحد فيكم، اسمح لي المقاطعه، حتى واحد فيكم ما تكلم على اسرائيل. لا اسرائيل قاطعه مع الجزائر العلاقات. اسرائيل حنا كنهضروا مع الدول اللي عندها لا كاينه امور كبيره واقعه على الساحه الدوليه. ما نساوش هذه المساله. كاين الزياره ديال الممثلين ديال جمهوريه القبائل الى دوله اسرائيل. كنعرفوا عندما نتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه فنحن نتكلم كذلك عن اسرائيل. كنعرفوا كذلك العلاقات الايرانيه وما يقع في الشرق الاوسط اليوم ما بين ايران وما بين اسرائيل. ربما ان اسرائيل ستكون حتى من الداعمين ديال فتح السفاره او الاعتراف يعني بجمهوريه القبائل باش نكونوا واضحين في هذا الباب. كذلك دول الساحل حنا كنعرفوا الضمانات اللي عندها مع مجموعه ديال الدول وانها مطروده طردات الجزائر. ربما اقرب الدول اللي تبنى كذلك كسفاره او كاعتراف او تمثيليه او يكون هناك اعتراف غتكون دول الساحل كذلك. حفتر حدث ولا حرج. حفتر يعني يشتاق الى لعب هذه الورقه من اجل استرجاع الصحراء المقتطعه من قبل الجزائر من قبل الاستعمار الفرنسي من الصحراء الليبيه. كاين مجموعه الامور كبيره والولايات المتحده الامريكيه راه تدفع في هذا الباب. اما فرنسا راه من واحد الناحيه راه في الصالح ديالها قيام جمهوريه القبائل. نكونوا واضحين. وانا افسر كل واحد له تحليل، ولكن افسر ان الصمت الاعلام الدوله الفرنسيه يعني هذا يدل على ان فرنسا تريد ان هذا الملف انه يحظى بدعم دولي وما تبانش هي في الواجهه حتى يولي الملف يوصل لواحد المستوى عالي كما وصل اليه اليوم مع مجموعه ديال الدول. وبالتالي فرنسا ديك الساعات هي ستكون مطالبه باتخاذ الموقف وتاخذ ديك الساعات تلعب واحد الاوراق مع عصابه الجزائر واحد اوراق ديال مصالح مشتركه. وربما كذلك ان قيام جمهوريه القبائل يقدر انه يحل المشكل ديال فرنسا مع المملكه المغربيه فيما يخص الصحراء الشرقيه. انا نعطيكم مجموعه ديال النقاط ونتعمقوا شويه في التحليل. تفضل. نسمعوا الاخت ولا الاخ شمس الصباح باش ندوروا يكون الكيستر لان كاين عندنا الكيست عمرو. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أخيرا تمكنت من الصعود إلى مغاربة الوحدة الترابية الحقة. تبارك الله عليكم خوتي. مرحبا بك خويا العزيز. مرحبا. مغربي مثلكم من منطقة الريف ونحن كلنا واحد من الشمال إلى الجنوب. ماذا أقول لكم؟ أنا عشت في الجزائر لحوالي 20 عام. أما أنا عندي ما يمكن أن أدلي به، ولكن قبل ذلك هناك بعض الكلمات أسمعها وأريد أن أعرف معناها. مثلا بالصباع الأزرق ماذا يقصد بها؟ وعندما نسمع تحيا عمي تبون
هل تبون رجل أم امرأة؟ فأتساءل هل من أجوبة عند خوتي؟ مثلا بالصباع الأزرق ما المقصود بها؟ ملي كانوا كيمشيو يفوطيو كانوا كيخشيو صباعهم في المهم كانوا كيخرجوا بصباع مزرقين بارك الله عليك أخويا. هكذا كنت أريد أن أستفز المستمعين، لأن بعضهم يسمعها ويرددها كما يردد كرغولي ولا يعرف أصلها وفرعها. حسن جدا. فعلا خوتي المغاربة راه الصباع الأزرق يقصد بها ذلك المهبج الجزائري الذي يمشي يصوت فيدخل إصبعه في المحبرة ذات اللون ذات المداد الأزرق ويخرج ويرفع إصبعه أمام الكاميرات ويتباهى بذلك، وهو فعلا مكلخ. الصوت على ماذا؟ التخربيق هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قال الله تعالى لقد جاء الحق وزهق الباطل، وأقول الحق يعلى ولا يعلى عليه. وأقول أيضا إذا الشعب، وأقصد هنا الشعب القبائل الأبي ذو التاريخ التليد ذو الهمة والشان، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. هذا بيت شعري لأبو القاسم الشابي التونسي، قيل هذا أيام الاستعمار رحمه الله. وعبارة هذه خالدة جزء من النشيد الوطني التونسي. تماما. اخوتي نرجع عند التحية. قضية أصبع الأزرق عرفناها. ما معنى التحية؟ هل نريد تحية؟ أنا أعطيكم التاريخ ديالها. التاريخ ديالها. أنا كنت طفل، والدي والدتي هاجرا إلى المقاطعة الفرنسية أيام حكم فرنسا لمقاطعتها المسماة فيما بعد الجزائر في وهران بالضبط. فجاءت 54 قامت مقاومة وشارك فيها كل من هو مسلم، وليس بالضروري أن يكون جزائريا أو مغربيا أو تونسيا. في ذاك الفترة أتذكر كان يعبر عنه بالجهاد، الجهاد ضد الكفار هكذا. ولما قارب الاستقلال كانت العبارات تردد بالفرنسية فيف لا فرانس، فيف لاجيري، وتكتب في الجدران وهكذا. والجزائريون والمجتمع لم يكن يقرأ العربية ولا يعرف الفعل والفاعل والمفرد والمثنى والجمع، هذه ما كاينش، لأن الاستعمار الفرنسي أو أخذه وليس الاستعمار، وأخذه وشراؤه لتلك الأرض من طرف الأتراك من طرف العثمانيين وسكنها، فكان يدرس الفرنسية ويكون جزائريين ليشغلهم في عجلات الاقتصاد في تلك البلاد التي بناها حقيقة، بناها ببنية تحتية ما شاء الله في ذاك الوقت، ولم يهتم بها أو لم يرعاها العصابة الحاكمة اليوم. فكانت فيف لاجيري تحديا للفرنسي. قالوا كيفاش نقولوا لها بالعربية؟ قالوا نقولوا تحيا الجزائر. فعلا ترجمة سليمة وصحيحة، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، أتذكر. وهالكلمة تحيا الجزائري لا يعرف معناها، وإن كان قرنها بفيف تحيا، ولكن لا يدري أن هناك تحيا المؤنث ويحيى المذكر. وظلت كذلك تحيا بن بالله، تحيا بومدين، تحيا عمي تبون، هكذا إلى يومنا هذا. ويهتف بها ويصورها الإعلام ويمررها في نشرات الأخبار، تحيا عمي تبون، تحيا عمي، تحيا شنقريها. ما هذا الغباء؟ أمثل هؤلاء الناس يقيمون دولة؟ أنتم معي إخوتي تسمعون؟
كنسمعوك اخي كريم، تفضل كمل. الله يرضى عليكم، لان باش نتاكد باش ندخل في الموضوع وما غاديش نطول، لانه ملي كيكون الاخوان متواجدين في الجلسه راه كل واحد عنده حقه يهضر، وليس من حقي انا ان استاثر بالكلام. اريد القبائل، خوتنا القبائل اراه تكرفسوا عليهم، من حقهم يعيشوا، هم اللي ضحوا من اجل الثوره، من اجل استقلال الجزائر، وشهداء منهم اكثر من باقي الساكنه في الجزائر، وقيادات في الحكومه المؤقته التي فوضت الاستعمار الفرنسي منهم، ولا راسين فرحات عباس واشخاص اخرون مثل ايت احمد نكل بهم. ان العصابه التي حكمت هذا البلد نكلت بالمجاهدين الحقيقيين، واقصت من كان يستحق ان يقود ذاك البلد ليعاشر جيرانه التونسيين والمغاربه بمحبه وصدق وبتعاون وببناء كيان شعبي من اقصى تونس الى اقصى المغرب. العصابه التي حكمت البلد توجهها كان عروبي. أنا هنا عندما أقول عروبي لست أنا ضد القومية العربية أو القومية الأمازيغية كذا، أنا إنسان أنتمي لبلد يجمع كل هذا. في الجزائر الحكومة كانت عروبية، إذا كانت عروبية إذن ما محل الأمازيغ وبالخصوص القبائل، لأن بلاد هذه الجارة راه ما فيهاش غير القبائل، هم الذين ناضلوا من أجل أن تستقل الجزائر، وهم الذين ناضلوا من أجل أن يعلوا رايتهم ويكونوا دولتهم. هناك قبائل، هناك أمازيغ آخرين كالشاوية في الشرق، ولكن هؤلاء لا يحركون ساكنا لأنهم أكثرهم يساندون العسكر، لأن العسكر قيادته من الشاوية، والشاوية أيضا أمازيغ، بالإضافة إلى أمازيغ آخرين في بني مزاب وفي الجنوب الأزواد ماذا أقول المهم راحت لي الطوارق. أعود، النظام الجزائري في بداية الاستقلال لم يعطي للقبائل حقه في المواطنة الكاملة، وكان يطالب بها. الميز العنصري عيشته أنا، عربي زواوي، يعني زواوي هو قبيلي، عربي زواوي، إذن كان موجود حتى في المجتمع. أنا عشت في وران، كان هذا موجود، كانت العنصرية ممارسة على القبائل، وأراد القبائل أن يأخذوا حقهم في الوطن، من حقهم، من حق أي مواطن في أينما كان أن يكون له المواطنة الكاملة، لم تعطى لهم، وطالبوا باستقلال ذاتي غير انفصالي، ولم يسمع، لم يجدوا آذانا صاغية. ماذا يفعل هذا الرجل؟ ماذا تفعل هذه المرأة؟ ماذا يفعل هذا الشعب الذي يصل عدده إلى أكثر من 8 مليون؟ أنا لا أبالغ، هناك من يقول 12 مليون في منطقة تجمعهم، منطقة القبائل بمدينتها الكبرى تيزي وزو، كلمة أمازيغية. فلم يجدوا، وهم مختلفون عن العقلية العروبية الجزائرية، هم لهم من الذكاء ولهم من الإلمام ولهم من النشأة ومن التربية ومن الأخلاق. أنا في الجزائر كنت أعاني مع الجزائري غير الأمازيغي، ودرست في مدرسة صديق لي قبائلي، نعم التربية ونعم. طبعا لا أستثني، لا أقول أنه كلهم على شاكلة واحدة، هناك من استفاد من النظام إلى اليوم وهو يشيت. كلمة الشياطة معمول بها عند الجزائريين، كان نقولوا احنا بالدارجه مسح الكابا، كان مسح الكابا يعني مسح الكابا عندهم هو الشيات. فهناك من يشيت للنظام وان كان قبائليا، ولكن الاغلبيه وان عاشرتها ورأيتها والتقيت بها خارج الجزائر تقول له من اي جنسيه انت؟ يقول لك انا قبيلي. تقول له كيفاش قبيلي انت؟ لا، يقول لك انا قبيلي ماشي جزائري. اذا كيان من حقه ان يعيش، لأنه لم يعطى له ما كان يجب أن يعطى له من مواطنة حقة كاملة. ونحن كشعب ليس لأنه هذه الجزائر غدرت بنا
وكونت مواطنين يحسدوننا، يكرهوننا، يمقتوننا بواسطة برامجهم الدراسية في الابتدائي، في الإعدادي، في الثانوي، في المدارس العليا. إن سألت مؤثرا جزائريا أو كاتب جزائري أو محلل جزائري أو سياسي جزائري وإن كان معارضا، طرحت عليه السؤال: ماذا ترى في الصحراء المغربية؟ لن يوافقك الرأي، يقول لك لا، هذيك مسألة تصفية استعمار، آخر مستعمر. هكذا يا إخواتي، نحن الحمد لله فرحنا هذا اليوم، ويعتبر عندنا يوما خالدا، لأن من زرع الريح يحصد ماذا أقول؟ العبارة راحت لي: من زرع الكذا يحصد الريح. أظن أكوت لا تومبيت. الله يرضى عليك، التعبير هو هذاك بجميع اللغات ولغات الإنسان كيف ما كان في أي مكان تعطي نفس المعنى. يحصد العاصفة. كذلك من زرع الريح الله يحسن، وهكذا. نقول لكم واحد الخبر اخويا عزيز ديالنا كان الاخ سلا. اسمحوا لي، ما غاديش نطول انا. تفضلوا تفضل يونس، دوزنا خبر عاجل ديالك. خويا عزيز، تحياتي وتحيات المنصه ديال الوحده الترابيه اللي حقيقه بانت على المصداقيه ديالها، ورغم ذلك مظلومه